قال الإمام: يا أبتاه يا أبتاه بقتلك تقرحت جفوننا وبكت عيوننا، وبقتلك فرحت بنو أمية. يا أبتاه بعدك طال حزننا وطال كربنا. يا بنو أسد يا بنو أسد، هذا والله جسد الحسين. وصاحوا بني أسد جميعهم: وحسينا 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 يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حسين، لعن الله بني أمية. وقال الإمام: هنا نواري جسد الحسين، ولكن قبل ذلك لنصلي عليه. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. اللهم ارحم هذا المسجد بالإمام واجعله الصالحين. جزاكم الله خيرا. تقبل الله صلاتكم، تقبل الله صلاتكم. قال الإمام: يا أخوة الإيمان، يا أخوة الإيمان، إلي ببال أو حصيرة مقطع، جاءوا إليه بالبارية. شوفوا الفراق ياكل بالعظام، ياكل بالعظام، يا ثقل الايام، يا حسرة وليلة وليلة وليلة. يا هو اللي تبكيلي تصبح سراب ايام ايام. اخوك ببلاد الدين ظلوا ليالي ما تحضر يا ابوي تشوف حالي. عقب عباس وحسين ودلالي خبرك بويا راح امشي سبيل. خبرك بويا راح امشي سبيل. فارادوا حمل الجسد مع الامام، وقال: كلا كلا
جزيتم خيرا، فإن معي من يعينني، فإن معي من يعينني. لا إله إلا الله. فإن الإمام صلوات الله عليه وضع جسد أبيه وقطع الأعضاء على البارية، فقالوا له بني أسد: يا أخي عن ماذا تبحث يرحمك الله؟ قل عن ماذا تبحث؟ فقال: أبحث على إصبع الحسن الذي قطعه مجدا بن سليم الكلبي كي يسلب خاتمه. فنادوا جميعا: وحسينا وحسينا، الله أكبر. انقطعوا إصبعا من أجل خاتمه، فقد أضاء طريق الله، فقد أضاء طريق الله وأصبعه. بعد راح الخدود وتقول لك خابر بعد قطعة الظن، وانا الظن